انت وجوزك تاخدوا الشاور مع بعض، دي سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجاله ما بتخرجش من الحمام لابسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا جديد ومختلف، وبصراحه قعدت اعمل سيرشات كتير قوي على النت وعلى جوجل وعلى اليوتيوب ان الاقي حد بيتكلم في الموضوع ده. بصراحه ما لقيتش حد بعينه واخد الموضوع ده صريح يتكلم فيه في فيديو لوحده. النهارده الفيديو بتاعنا ازاي تحضري الحمام لجوزك في ليله الدخله، او ازاي تحضري الحمام لجوزك عموما. عايزه اقولك ان الموضوع شيق مختلف جديد، هيفرق معاكي وهيسهل عليكي يوم فرحك. والله العظيم 3 حاجه تلهي من ضمن الملهيات. انا قلت لك في حاجات بنقعد نعملها قبل ما يتم التعامل. تعالوا نتفرج على الشقه، تعالوا مش عارفه ايه، كل الحاجات دي هقول لك بالتفصيل بالسلسله الفيديو بتاع ليله الدخل بالتفصيل، وتعملي ايه فيها بالخطوات. انا لسه ما خلصتلكيش، مش عايزه كروتك ماما، مش عايزه اقلبك كده شقلب وقلب اختي، لا تعالي لي بقى خلينا نخش في حاجه ملهيه كده. همسلك كل حاجه بتلهيه ونتكلم فيها. من ضمن الحاجات اللي ممكن تلهي جوزك وانك تحضري له الحمام ده بجد. هياخد شاور، هحضر لك الحمام. عارفه انت في المسلسلات والافلام يقول لك ايه، انا هاخد شاور، طب استنى احضر لك الحمام. او يكلم مراته حضري لي الحمام على ما اجي. هو مفكر تحضير الحمام ده اللي هو الطقم الداخلي بتاعه والفوطه. حبيبي لا حبيبي، انت فايتك كده اللي هو ايه يعني، كورس في الدلع. فالنهارده انا جايه اقول لك بقى بسم الله الرحمن الرحيم ازاي تحضري حمام لجوزك في ليله الدخله، وازاي تحضري حمام لجوزك عموما. اول حاجه خالص حطي اللايك والشير والسبسكرايب بتاعتك لو انت لسه اول مره تشوفيني. والله العظيم 3 قناتي هتفيدك. طيب المكان التاني بتاعنا الانستجرام ده بقى اوضتنا، يعني هنا الصاله هناك اوضتنا، قاعدين بقى كل واحده عندها حاجه بتقولها. تمام؟ فلو انت مهتمه بالفيديو كملي معايا الفيديو. اول حاجه وبسم الله الرحمن الرحيم تحضير الحمام. يعني في كلمه حمامه جت اهي، يبقى احنا لازم حمامنا يبقى نظيف، بيبرق يا بتش، بيبرق منور، ريحته حلوه. في عندنا بقى هنا ايه الحاجات اللي هي بتاعه المنظفات بتاعه فريده. عندنا هنا بتاع منظف الحمام او منظف ارضيات اسمه فريده بريحه النظافه رهيب، بيخلي فعلا ريحه البيت نظيف. اول حاجه خالص حمام لازم يكون نظيف، لازم يكون منور، لازم يكون بيبرق، لازم يكون عارفه بيشع نور كده. تاني حاجه الارض يا ماما ناشفه حبيبتي بقى، انا بكلمك في حته اهو، لسه هنخش على الحاجات السيكو اهدي بس عليا اهدي. عايزه اقول لك ان لا، الموضوع ده لازم يكون الارضيه ناشفه. ليه؟ ما يخشش يمشي براحته بقى وخلاص مستعجل على الشاور ينكسر على جدور رقبته، لا فلازم تنشفي الارضيه. تمام؟ دي حاجه برده تانية مهمه. حاجه ثالثه بقى معانا في كده شمع عند المكاتب او عند الاماكن اللي هي بتاعه الزينه والحاجات دي، شمع قد كده صغنن قد كده يا بت، حطي شمعتين 3، هات شمعتين 3. الحاجات دي ما بتولعش بالنار، الحاجات دي بتبقى بالحجاره، بس الزرار صغنطور كده قد كده اهو، بتفتحيه خلاص نورت، بتدي اللون الجميل. عايزه بقى براحتك، عايزه اللون الاصفر اللي هو الورم ده اللي هو لون الشمع الطبيعي، عايزه الوان بقى اخضر احمر اصفر اللي انت عايزاه. شمعتين 3 كده في الحمام، ويكون كمان النور بتاع الحمام سهراي، او يكون النور بتاع الحمام خافت قوي، حاجه بسيطه قوي مع الشمع ده. اكنك يا بنتي ده خلاص بقى ولا شاكوسي يا بنت، اديله واحده شاكوسي تحفه هيبوسك والله العظيم. ماشي؟ دي تاني حاجه. طيب تالت حاجه بقى نركز بقى في اللي جاي بقى، مهم قوي. في ورد بيتحط، نوع ورد كده بيتجاب من اي برده مكان بتاع التزيين الحاجات دي. ورد لما بيتحط في الميه بيطلع ريحه حلوه او بيخلي ريحه الميه حلوه. هاتيلي كيس مش هيعدي مثلا 30 جنيه، كيس قد كده تحطيه في الميه بتاعه الحمام، واللي هو مثلا بانيو او حاجه وتمام. طيب يا دينا انا ما عنديش بانيو. نيجي بقى للمهمه دي، حته انك بتحضري اصلا الحمام مرخصه في حته البانيو الميه الدافيه. طب انا ما عنديش بانيو او ما عنديش مكان ان هو ياخد فيه شاور، سخني له ميه، افتحي الدش على ميه دافيه. الميه الفتره بترخي الاعصاب جدا، بتهدي جدا، بتخلي الجسم رايق. فانت لو انت عندك بانيو هتعملي ايه؟ تفتحي الميه الدافيه ماشي، وخلاص بقى هترمي شويه الورد حلو والشمعتين 3. ده شغل فخر من الاخر، والله العظيم ده شغل فخر من الاخر. هتخليه يقول ايه ده انا متجوز يا ولاد ملك الجمال، ده انا يا ولاد، ده انا ازاي، ده انا ايه، ده مش عارفه ايه الحاجات دي كلها.
ماشي. هتسخني الميه، هتفطري الميه كده، وبعدين تحطي الورد ده وتحطي ايه وترصي الشمع، شمعتين 3 بالكتير، كبيرك 4، 2 ناحيه و2 الناحيه دي، مع الاضاءه الخافته هيعمل شغل قاسي. طيب الحاجه المهمه في الصميم بقى، ممكن تحطي له في الميه ملح فوار او ملح بحري. الملح البحري ده بيخلي الجلد الميت يشرن على الجسم، مش مضر خالص. طب يا دينا انا مش عارفه الاقي ده، في حاجه اسمها الكوره الفواره، الباث بومب. اكتبي بس كده على جوجل او على الفيسبوك الباث بومب او الكوره الفواره للحمام، او الكوره الفواره للرجال. خراشي على الوانها وخراشي على حركاتها، وانتي بتحطيها في الميه بتقعد بقى كده، بتخلي جسمه ناعم، بتخلي ريحته حلوه، بتخليه كده حاسس بانتعاش كده ومفرفش اكنه واكل نعناع في جسمه. والله العظيم 3 حاجه كده في منتهى الانتعاش صراحه. طيب هنجيب زيت عطري من عند العطار، زيت لافندر، زيت ورد، لافندر او زيت ورد، الاثنين دول، وهتنقطشي بيتش كده 3 نقطات 4 نقطات في الميه برضه، يعني كل ده في الميه، الورد في الميه، الباث بومب في الميه او الملح البحري في الميه، الزيت العطري في الميه، كل ده حوالي. ما تحطيليش الشمعه في الميه، ما تبقيش ذكيه ماشي، عشان بس ايه ما نموتش كلنا. بالنسبه لتحضير الحمام، احضر له هو بقى ايه يا جينا؟ تعالي بقى لقلب جينا بقى، تعالي بقى. اول حاجه خالص انت بتحضري اللبس اللي هو يلبسه، اللي هو ايه؟ الطقم الداخلي، ولو هيلبس روب او هيلبس بيجامه او هيلبس بورنز او ايا كان ماشي. طيب هو يا دينا عايز يحس ان هو يعني في جو شتوي كده على طول من غير اي حاجه داخليه، على طول الروب او البورنز بتاعته ماشي. هتحطي له الفوطه الشخصيه بتاعته برده عشان كان ينشف شعره وكان هينشف جسمه والحاجات دي كلها. يبقى انت عندك بتحضري له الهدوم الداخليه لو هو بيلبس هدوم داخليه او لبسه على طول من الحمام. بس انا اعتقد يعني او على ما اظن الرجاله ما بتخرجش من الحمام لابسه، يعني انا اعتقد هي بتلبس يا اما البورنوس يا اما الروب، ما افتكرش انها بتلبس بيجامتها جوه ومش عارفه، لا ما افتكرش بصراحه. هو ممكن يكون كمان البوكسر بس ده لو لبسه اصلا ماشي. فدي نقطه مهمه جدا. طيب الحاجه اللي احنا بنحضرها اصلا بعد كده، لا تعالي بقى، شاورك الجل، الشامبو بتاعه، اي اللوشن بتاع جسمه، كل ده ما هو الراجل له كده مجموعه معينه خاصه بالنظافه الشخصيه بتاعته، انت بتحضريها له ماشي. طيب في بعد الحمام بقى الجل بتاع شعره او الكريم الشعر بتاع شعره، السبراي او البرفيوم بتاعته. بصي بقى دي تركايه حلوه قوي 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 لكل البنات اللي بتبقى عايزه جوزها يبقى ريحته حلوه، جوزي ما بيهتمش بنظافته الشخصيه مش عارفه ايه، حطي له انت، حطي الحاجه قدام عينه، هاتيها يا بنتي شويه ميه ودلع وهحط لك انا البرفيوم وتعطريه بعد ما ياخد الشاور. حلو قولي لي ماشي. طيب دلوقتي هو خلاص كل حاجه جاهزه، يبقى انا البرفيوم جاهز كل حاجه جاهزه. اخر حاجه يا دينا هو خلاص جه ودخل ياخد الشاور، انت في نص الشاور انت اللي بتدخلي تحمي جوزك. انا مش عارفه انا يعني اجيبها لكم ازاي، بس دي سنه ان الاتنين يستحموا اصلا مع بعض، دي سنه والله العظيم 3. طب حته انا حمي جوزي دي في حته تانية بقى، دي في حته تانية، مش تحميه حمايه تليفيه، لا تدعكي له ظهره، ما هو مش هيطوله. حاجه كده سو سكسي، حاجه كده في منتهى الدلع والله العظيم، دي هتفرق جدا. حته بقى ان انت تدعكي ظهره، ادعك رجله، ياخدني اخد شاور معاه مالناش دعوه، بس حته ان انت وجوزك تاخدوا الشاور مع بعض دي سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكمان خليني اجيب لكم كمان السنن المهجوره او السنن اللي هي احنا ما نعرفهاش، ان احنا زي ما قلت لك ان الراجل او الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدور على مكان شرب حد من نسائه، مش فاكره السيده خديجه ولا السيده عائشه، مكان ما شربت ويشرب مكان ما شربت، ياكل مكان ما كلت، وخصوصا وهي حائض، لان كان زمان بيكرفوا الست الحائض، بيشوفوا انها ست نجسه، ست مش عارفه ايه، ما بيتعاملوش معاها. فالرسول كان بيعمل كده وهي حائض. هما 7 حاجات الرسول كان بيعملهم مع زوجاته حرفيا، والله احنا هتقربنا جدا من جوازتنا. فبس كده يا حبيبي، مش عايزه اطول عليك الفيديو. حته بقى ناخد الشاور ازاي معاه او اجيبها له ازاي مش عارفه، تخليها في فيديو تاني، وازاي تحضري بقى، تحضري مش تحضري الحمام لجوزك، تحضري الحمام مع جوزك. صباح الفل بقى، انا مش يعني احنا مش بنخاف تمام. بس كده حلوين، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اوعوا تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب، واقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.